هاوريكم دلوقتي منطقة من أجمل المناطق في اسكندرية. محطة الرمل ده من بداية، هنبتدي معاكم من البداية. دي البداية من أول الترام كده، نهاية بالمنشية، أو أول بحري. المناطق دي على قد ما هي تراثية جدا، وده السر إقبال الناس عليها. زي الناس بتحب الأماكن دي لأنها محتفظة بالتراث بتاعها القديم. اسكندرية زي ما حضراتكم شايفين، مستحيل إن أنت تمل منها. يعني كل الشوارع، مفيش عندك أدنى مشكلة إن أنت هتستمتع يعني. فكل الشوارع بتبقى عايز حب استطلاع بقى، عايز تعيش فيها كلها. دي محطة الرمل من جوه. آه، يعني بتتميز بإنها شوارعها قديمة ومحتفظة بالتراث اللي هو الزمن الجميل، وبالتحديد منطقة بحري. احنا كده كل ما طولنا بقى بتدخل على آخر اسكندرية اللي هي منطقة بحري، نهاية بالقلعة. آه، الفيديو ده بجد جميل جدا وبيتحدث عن نفسه. أجمل مناطق اسكندرية بشوارعها، ازاي الناس بتتهافت على المناطق دي، بتلاقيها مزدحمة جدا في كل المواسم، وبالتحديد في الصيف. وقت الأجازة بقى وكده، بالذات بحري والمنشية والمناطق دي بتهافت عليها الناس جدا. آه، متعة الفسحة فيها، والجو جميل جدا هناك. فأتمنى من كل اللي رايح اسكندرية ما تعدوش المناطق دي، لأن هي دي اسكندرية الحقيقية. يسموها اسكندرية البلد، هي المنشية وبحري والمناطق دي يسموها المنشية البلد. يا رب يكون الفيديو ده عجبكم بالتحديد. إن شاء الله في الفيديوهات الجاية بحاول أصور لكم البلد بقى من جوه عشان تتعرفوا عليها، وتشوفوا قد إيه هي جميلة وتراثية، وكل مكان فيها فيه قيمة وليه معنى، وبيتحدث عن نفسه صراحة. وزي ما بيقولوا اسكندرية كل ما بتمشي بتقابل ناس فعلا. فهي كل مكان فيها ليه جماله وليه طبعه وليه مذاق خاص فعلا. فمستحيل تلاقي فيها شوارع فاضية. كل مكان بتبقى عايز تقعد فيه، عايز تستمتع بجماله. حتى المناطق القديمة، حتى المناطق الجديدة، حتى أي مكان فيها مش مستحيل إنك تلاقي شوارع فاضية أو مكان فاضي، أو مكان مفيش فيه ناس، زي ما حضراتكم شايفين كده. فيا رب الفيديو يكون عجبكم، وإن شاء الله الفيديو الجاي يكون أجمل وأجمل.